يا جماعة أنا بجد فرحان جدا، فرحان بطريقة غريبة، ويمكن ناس كتير مستغربة أنا فرحان ليه وإحنا متعادلين، لكن اللي شاف المباراة بعين المحلل هيعرف إن منتخب مصر عمل حاجة كبيرة جدا النهاردة، لأننا مش بنتكلم عن أي منتخب، إحنا بنتكلم عن بلجيكا، المنتخب اللي من كام يوم بس مدي تونس 5، المنتخب اللي عنده ديكو بدوبروين ولوكاكو، ومع ذلك مصر كانت أقرب للفوز، بل وأقول أكتر من كده، إحنا ضيعنا فوز تاريخي من إيدينا، ودي أكتر حاجة مزعلاني. لكن قبل ما نتكلم عن اللي ضاع تعالوا نفرح شوية، لان منتخب مصر النهاردة عمل واحدة من افضل مبارياته من سنين طويلة، والاجمل ان احنا قلنا جزء كبير من اللي حصل قبل المباراة اصلا. فاكرين الفيديو اللي عملناه لما قلنا ازاي مصر تكسب بلجيكا؟ وقتها ناس كتير كانت شايفة اننا بنبالغ، لكن اللي حصل النهاردة اكد ان الخطة كانت موجودة فعلا، لان حسام حسن بدأ المباراة بطريقة عظيمة، امام عاشور جناح وقت الهجوم ومدافع خامس وقت الدفاع، وفجأة الجبهة المرعبة بتاعت ديكو اتقفلت، ولقينا هاني وزيكو مروان عطية وامام وكله بيروح ناحية دوكو، والاجمل بقى ان احنا بقينا نطلع بالكرة بشكل نظيف وبشيك وبشياكة. بس خلينا اقولها من دلوقتي، امام عاشور النهاردة قدم مباراة تاريخية، ويمكن تكون اقوى مباراة فردية للاعب مصر في كاس العالم، والاجمل بقى اننا قلنا قبل المباراة انه هيكون مفتاح اللقاء. ليه؟ لان اللاعب الوحيد تقريبا اللي يقدر يكسر الضغط ويشتري الفريق لقدام ويستلم تحت ضغطه ويطلع بالكرة من العمق، وده اللي حصل بالحرف. لكن الهدف بقى يا جماعة، الهدف لوحده ضائص، تحرك وهمي، تغيير اتجاه، لمسة اولى، وبعدين تسديدة عالمية في كورتوا، هدف عالمي، هدف كبير، هدف لاعب كبير. لكن بصراحة في لاعب فرحت له جدا النهارده، محمد هاني، لان الراجل ده اتظلم جامد قبل المباراة من السوشيال ميديا، كانت السوشيال ميديا عاملة عليه حفل، دوكو هيعمل منه كفت، دوكو هيبهدله، لكن الحقيقة محمد هاني قدم مباراة عظيمة، والاجمل بقى انه كان شجاع من اول دقيقة وهو بيقطع مسار التمرير وبيمنع ديكو يستلم، ولو استلم يخليه يستلم بوضعية مقفولة، يعني حتى لو عدى منه مرة كان في منظومة كاملة بتحميه، ودي نقطة مهمة لأن كرة القدم الحديثة منظومة مش أفراد. لكن قبل ما نكمل الفيديو، فاكرين لما قلنا إمام عاشور هيكون مفتاح المباراة؟ أهو ده اللي حصل النهاردة. لو شايف إن التحليل قبل المباراة كان فعلا في مكانه، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، لأن اللايك أكبر دعم ممكن تقدمه لأي صانع محتوى، وبيساعد الفيديو يوصل لناس أكتر بتحب التحليل الحقيقي. بس تعرفهم مين أكتر لاعب مطمني دلوقتي على منتخب مصر؟ مصطفى شوبير، وانا بقولها بكل ثقة، فكرة ان مصطفى شوبير يبقى حارس مصر الاول هي من اعظم القرارات اللي اخدها حسام حسن. وليه؟ لان حسام حسن مش مدرب بيجامل، مش مدرب بيختار بالاسماء ولا بيختار بالسن، اللي عنده جودة هيلعب، اللي جاهز ذهنيا هيلعب، وشوبير اثبت انه جاهز. والله يا جماعة قدام اسبانيا وقدام البرازيل وقدام بلجيكا كان في راحة نفسية غريبة بمجرد اما تشوفه واقف في المرمى، الحارس ده مطمن، الحارس ده هادي، الحارس ده مش بيتوتر. لكن اللي ناس كتير فعلا ما خدتش باله منه ان شوبير كان من اهم اسباب خروج مصر بالكوره، لانه كان بيلعب بتمريرات قطريه عظيمه ناحيه هاني وفتوح، وخصوصا خلف ديكو، ودي نقطه عبقريه لاننا حولنا ضغط بلجيكا لسلاح ضده. لكن اللحظه اللي كلنا فاكرينها التصدي الاسطوري، والله العظيم انا افتكرت الكره دخلت، تقريبا كلنا افتكرنا ان المباراه راحت، لكن فجاه طلع مصطفى شوبير وانقذ المنتخب. ودي اللقطه اللي بتفرق ما بين الحارس الجيد والحارس الكبير قوي. والاجمل بقى ردة فعل حسام حسن بعد المباراة، المشهد ده لوحده كفاية، لان حسيت ان الراجل ده بيقول للشوبير انا مؤمن جدا بيه. لكن خلينا نرجع للحاجة الوحيدة اللي مزعلاني، اننا كنا نقدر نكسب. جارسيا قرأ المباراة في الشوط الثاني ونقل دوكو للعمق وقرب دوبروين ونزل لوكاكو وطلع مونيه، وحسام حسن اتأخر شوية في الرد، ودي التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق. لكن حتى بعد كده كان عندنا فرصة نخلص المباراة، وده اللي زعل فعلا. وفي النهاية انا مش هخرج من المباراة دي محبط، انا هخرج مطمن، لان منتخب مصر النهاردة اكتشف نفسه، واكتشفنا ان احنا عندنا قائد في نص الملعب اسمه امام عاشور، واكتشفنا ان محمد هاني يقدر يوقف اي حد ويوقف من اخطر لاعبي العالم، واكتشفنا ان شوبير جاهز يبقى حارس مصر الاول، والاهم اكتشفنا ان منتخب مصر يقدر ينافس اي منتخب في العالم لو لعب بالشخصية دي، لو فضل يطور نفسه، لو اتعلم من اخطائه،
الاضواء، وساعتها صدقوني في حاجات كبيرة جدا ممكن تحصل في كاس العالم ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمه بلايك، لان اللايك اكبر دعم ممكن تقدمه لاي صانع محتوى. ولو انت على اليوتيوب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكملوا رحلتكم معانا في كاس العالم لحد اخر يوم في المونديال. ودايما تنورني هنا على قناة المشاغف. كان معاكم احمد صابر، واحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليها. سلام يا فرسان.